النهائي على بعد خطوتين حاسمتين حين يستضيف فريق الوداد فريق إنيمبا النيجيري. الفريق الأحمر يدرك صعوبة المباراة، فالفريق النيجيري سبق وأن واجه القطب البيضاوي الآخر رجاء في مباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي هنا بالبيضاء. أبناء دوكاستال يبحثون عن الفوز لتأمين المرور، لكن فريق إنيمبا لن يكون خصما سهل المنال. إنيمبا فريق يلعب الكرة بشكل جيد، لديهم هجوم سريع ودفاع صلب. من أصل 18 نقطة حصلوا على 14، وهو أمر ليس بالسهل. فازوا خارج ميدانهم ضد الهلال والقطن الكاميروني وأحرزوا التعادل ضد الرجاء. إذن هو فريق يجب التعامل معه بكل جدية حتى تصبح مهمتنا سهلة. فريق الوداد المدعوم بجماهيره العريضة وبعد خسارته في آخر مباراة عن دور المجموعات سيفتقد مجهودات لاعب خط الوسط سعيد فتاح بسبب تلقيه بطاقة حمراء ستحرمه من دعم أصدقائه على المستطيل الأخضر. نستعد جيدا لهذه المباراة. أعتقد أن اللاعبين يدركون إنها فرصة للتأهل للاعب نهائي دوري عصبة الأبطال، وفي الدور النهائي كل شيء ممكن. لذلك يجب أن لا ننسى قيمة هذه المواعيد الكبيرة ونتمنى أن لا نضيع الفرصة. هو بالفعل لقاء كبير، وعلى الفريق الأحمر الضغط منذ بداية المباراة إن هو أراد أن يضع قدما في نهائي أغلى الكؤوس الإفريقية، والجمهور مطالب بمساندة الفريق في هذا اللقاء المصيري.